صباح الخير. النهارده اخر يوم في دهب، بس في حاجه كده جت في بالي يعني ممكن تصدمكوا شويه. لكن دلوقتي احنا رايحين نفطر انا وابدرا، ناس تقول له ابدرا يعني، وعبدرا واسماء كتير فشخ يعني معرفش بيجيبوها منين، بس هو اسمه ابدرا عادي يعني ابدرا. فهنروح نفطر دلوقتي في مكان من الاماكن اللي انا بحبها فشخ في الفطار في دهب، واكلهم حلو جدا، عندهم اوبشنز كتيره واسعارهم كويسه وقعدتهم لذيذه. تعالوا نشوف المكان ده، هقول لكم الصدمه بتاعته. ايه رايك في بيت سايد؟ بي سايد من أجمل الأماكن اللي ممكن تفطر فيها، هو وتيمز ماتش. يعني كنت اعتقد ان ده مثلا بيت مثلا، بس لا، ده سبينش مشروم، وده مش عارف ايه، مش فاكر اسمه. هنفطر بقى عشان عندنا سفرية حلوة. فاضل أقل من 10 دقايق على الباص. هل هلحق ولا مش هلحق؟ معرفش. بس اللي أنا كنت عايز أقوله يا جماعة، مش حاسس إن خلاص بعد ما مشيت من دهب بعد سنة، حاسس إن دهب مش مكان يتعاش فيه على قد ما هو مكان ممكن تيجي تقضي وقت تتبسط فيه. غير كده ده بتبقى دوامة أو متاهة كده، أنت وقفت في الحياة مش عارف تعمل ايه. ف معرفش هل ده احساس النهارده بس ولا ايه، مش عارف، ولكن حاسس انا اتبسطت اكتر ان انا جيت دهب فتره وماشي، استمتعت بالموضوع اكتر. لكن لما تبقى عايش في نفس المكان وتحس ان خلاص انت في نفس الليفل بتاع الانبساط، تبتدي ان انت الموضوع عادي بقى، خلاص عادي، مش مبسوط قوي بالحاجات اللي بتقدر تعملها، مش حاسس بقيمه اللي انت فيه بمعنى صح. فانا ابتديت احس ان دهب مكان تقدر تيجي تتبسط فيه شويه وتمشي ترجع للريل لايف في الحياه. لازم تتمرمط شويه. 5 دقايق على الباص، الحق انا لسه هاخد عربيه مشوار. وصلنا، يعني دي ميزه دهب، اقل من 5 دقايق تبقى في اي مكان، لا زحمه بقى ولا ترافيك جام ولا الدنيا واقفه ولا مش عارف ايه. 5 دقايق اعتقد هو الباص بتاعنا الحاج ده. وي باص من الشركات الجميله اللي ممكن تسافر بيها في دهب، من الشركات الجميله في التعامل، ومن اسرع الباصات او الميني باص اللي بتكون موجوده في دهب.